عشان تعملي فرايد تشيكن زي المطاعم المشهورة لازم تلتزمي بقواعد معينة، اي خطأ بسيط هيبوظ النتيجة منك. سر الفرايد تشيكن الناجح مش في التتبيلة بس، ده كمان في الالتزام بقواعد لازم تتعمل صح. يلا بقى نخش على المكونات على طول. بصوا معايا هنا بولة فيها شوية مية، خل، شوية ملح. تمام. بعد كده انا هنقع الفراخ دي شوية في المحلول ده اسمه محلول نقع. ممكن يا خل يا ليمون، يا ده ما ينفعش نحط الاتنين مع بعض. في ناس ما بتحبش تنقع الفراخ بخل، خلاص حطي ليمون. تمام. خلاص بعد ما بخلص محلول النقع ده نص ساعة بس يا دوب، بكون طبعا من قبلها غسلة الفراخ. للتتبيلة بقى بولة فيها معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة زنجبيل، نص معلقة ملح. كده خلاص دي التتبيلة معانا، مفيش اسهل من كده. معلقة بابريكا، معلقة شطة، معلقة معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة ملح. تمام. هي دي نص معلقة زنجبيل كمان. بصوا طبعا الناس اللي عايزة يكون سبايسي زي بنجيبه من بره، الشطه اللي هي البودر دي ما حرقتش معايا خالص، برغم ان انا كنت حاطه، حتى انا تاني مره زودت، لا ما حرقتش معايا. فحط هوت صوص عشان تكون سبايسي اكتر. بالنسبه بقى للفراخ، انا هنا بعمل ايه؟ بنغزها كده وبطلع، بكسر العظمه وبنغز لحد العظم بالسكينه، عشان خاطر الفراخ دي انا عايزه التتبيله تدخل فيها لحد العظم. بصوا كده يا جماعه معايا، بينوا العظم كده ونغزوا اللحم بالسكينه. لازم تعملوا الخطوة دي، بتفرق جدا. احنا بنشوف الفرايد تشيكن اللي بنجيبه من بره بتبقى التتبيلة واصلة للعظم من جوه، هما بيبقوا برضو نفس النظام، منغزين الفراخ وكسرين العظم. تمام. لما هتكسري العظم اولا هتستوي منك بسهولة في الزيت، ثانيا التتبيلة هتخش لجوه. انا كان معايا هنا ستريبس كنت مقطعاه برضو حطيته في نفس التتبيلة، ده ستريبس انا حطيته بصوا في نفس التتبيله، وسبت التتبيله دي الفراخ دي في التتبيله في التلاجة لمده يوم. بصوا بقى يا جماعه ده تاني يوم، بصوا شايفين الفراخ اتبلت صح ازاي، وكمان متبله لحد العظم، يعني التتبيله داخله لحد العظم. بصوا هنا بقى معايا بوله احط فيها يعني 4 مجات دقيق مثلا كده او حاجه، على 3 معالق نشا. طيب انا هنا مش هتبل الدقيق، ليه بقى؟ انا هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. بصوا انا حطيت هنا، قلبت النشا على الدقيق، ومعايا بقى الفراخ في الجنب التاني. هجيب بولة تانية دلوقتي، هفضي بقى التتبيلة بتاعة الفراخ في بولة تانية. بصوا بقى يا جماعة، انا بعمل الحركة دي، انا مش بتبل الدقيق، انا باخد هنا في الدقيق، بطلع الفراخ بحطها في الدقيق، وبرجع احطها في المية دي اللي كانت متبلة فيها الفراخ، وبرجع احط دقيق. فخلاص هي كده انا مش محتاجه احط بقى إيه توابل في الدقيق. بصوا بقى لازم تعملوا الحركه دي، يعني لازم تقعدوا تهبدوا في الفراخ كده عشان تاخد اللي هو الكريسبي من بره. لازم تعملوا بقى الحركه دي وترجعوا طبعا تاني. بصوا هي الناحيه التانية مش باينه، انا بحط في الدقيق وبرجع احط في الميه اللي فيها توابل، وبرجع احط تاني في الدقيق واقعد انفض جامد. طبعا في خطوه هنا قبل مرحلة القلي، انا بسيب الفراخ الطبقة تسيح شوية قبل ما احطها في الزيت. ليه بقى؟ عشان خاطر ما تقعش. تمام. الخطوة دي مهمة جدا. للقلي بقى يا جماعة، حرارة الزيت اهم من كل حاجة، لازم الزيت يكون متوسط الحرارة، لو عالي يتحرق من بره وينشف من جوه، لو واطي هيمتص زيت. تمام. ما تكتريش تقليب، سيب الفراخ تستوي الاول، تاخد لونها الاول، وبعدين قلبيها. تمام. بالنسبة برضو للقلي، احنا الفراخ دي تقعد ربع ساعة 15 دقيقة، يعني تقعد 15 دقيقة في الزيت على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده هديلها النار شوية، وبعد كده علي تاني. خلاص ده بالنسبة للقلي. بصوا بقى عايزة اوريكم ده الستريبس، شايفين التتبيلة واصلة ازاي وشكلها خطير ازاي، شايفين الفراخ مستوية ازاي وخطيرة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو.